كان نازل يصلي العشاء فجأة لقيته رجع تاني قال أنا تعبان مش قادر. مش قادر، روحي راحت. إن شاء ربنا قمت منها خير، إن ما شاءش خير. محدش ليه نفسه حاجة. والله هو كان اليوم ماشي عادي جدا يا بنتي، يعني ساعة العشاء بالظبط فجأة لقيته رجع تاني قال أنا تعبان مش قادر، أنا حاسة إن أنا بموت مش قادر، ودوني المستشفى أنا تعبان. فجرينا بيه على المستشفى وكده. يعني مش عارفه اوصفهولك الصراحه، بس هو يعني بيبقى زعل جدا ان انت مثلا بتخافي عليه، بتحسي ان انت ممكن في اي لحظه تحصل حاجه، فبيبقى زعل جامد. القصة ابتدت ان هم كلموني دكتور توفيق احنا القصة كذا وادي فيلم المريض واهله طبعا، وكانوا في حالة يعني لا حالة وحشة جدا، خايفين جدا وقلقانين جدا. حالة الحاج وجيه باختصار مريض ضعف عضلة قلب، جلطة حديثة في عضلة القلب، انسداد شديد في الشرايين التاجية. هما ما كانوش متوقعين إن أنا أوصل لكده. أنا بسم الله ما شاء الله يعني الحمد لله في نعمة من ربنا، وبروح شغلي من محرم بيلم من شيء ماشي. أنا كنت بنام الساعة 8 بالليل، مش بنام 8 وبصحى 4 الصبح. والناس قالت لهم العمليه صعبه قوي عشان هو في ضعف في عضله القلب ومركب دعامات قبل كده والشرايين صغيره. فطبعا اتحركت من القاهره لاسكندريه عشان اشوفه، بس يعني انا شايف الورق وعارف حالته 100%، بس لازم اشوفه. بصراحة الدكتور محمد ربنا يجازيه خير يعني جالنا من القاهرة وكده، وهو اللي دلنا هنا، قال هنا أفضل مكان إن انتوا إن شاء الله هتكون فيه الجراحة وكده. احنا عملنا له العمليه بتقنيه القلب النابض، والناس لسه لحد دلوقتي مش قادره تستوعب التقنيه دي في القلب. الناس فاكره ان الفتحه دي هي القلب المفتوح، لا خالص. القلب المفتوح هو استخدام مكنه القلب الصناعي، احنا بنوقف عضله القلب، ننقل الدوره الدمويه على جهاز القلب الصناعي، نشتغل نخلص ندي صدمات كهربائيه نرجع الدوره الدمويه اللي بيشتغل تاني. احنا بنشتغل بتكنيك اسمه قلب نابض او بيتنج هارت او اوف بامب، كلها مسميات واحده، بتعني ان احنا ما بنستخدمش مكنه القلب الصناعي. بالتالي العمليه بتاخد من 2 إلى 3 ساعات. فالحمد لله دخلناه العمليات، والحقيقه يعني التجهيزات الموجوده هنا ممتازه والاستاف كله ممتاز، فالحمد لله رب العالمين ربنا كرمه وكرمنا معاه. قلت توكلت على الله ورزقي على الله، شكرت ربنا وحمدته على ما أنا فيه. الحمد لله. ده الوحيد اللي طمني صدقيني، الوحيد اللي احنا رحنا لكذا دكتور يعني قالوا لنا ان الموضوع ما فيهوش اي بصيص امل يعني. إحساسي إيه؟ فضل وعدل من الله. ربنا يقدرني إن أنا أرد له.